السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي، النهاردة فيديو جديد. يا رب يعجبكم. قبل اي حاجة انزلي صلي على النبي في الكومنتات واعملي اللايك بتاعك، وطبعا لو مش مشتركة اشتركي معايا في القناة. ان شاء الله القناة هتعجبك، ودوري كده وقلبي فيها هتلاقي فيها فيديوهات حلوة كتير. تمام. زي ما انتوا شايفين كده الروتين بتاع النهاردة. مش ترويق بقى ولا الكلام ده كله، النهاردة هنعمل اكل. تعالوا بقى مع بعض نشوف هنعمل اكل ايه النهارده. جبت كده طاسة وقطعت فيها بصلاية حلوة كده، لا كبيرة ولا صغيرة، وقطعتهم تقطيع وسط. تمام، عشان عايزة البصلة تبان في الأكل. هبدأ أقطعها زي ما انتوا شايفين كده. دلوقتي طبعا انتوا عمالين تقولوا يعني أنا بعمل ليه البصلاية في الطاسة. هنعرف دلوقتي. تمام كده خلاص. جبت بقى معلقة حلوة كده من السمنة. طبعا هولع بس النار الأول، وبعد كده نبدأ بقى نحط معلقة حلوة كده. وبعد كده بقى هنعمل ايه؟ تكاية برضو حلوة بتفرق في طعم الحاجة. وانت بتحمري البصلة حطي التوابل بتاعتك. ماشي، مش هتحطي كل التوابل، حطي فلفل اسمر بس. عايزه اقول لكم ما بنحط الفلفل الاسمر او اي توابل والبصله بتتحمر بتفرق في طعم الاكل. ماشي، انا دلوقتي هحط فلفل اسمر، وبعد كده هبدا اشوحهم مع البصله، وبعد كده هننزل بقى بكبد وقوانص. كبد وقوانص الكبد والقوانص دي بتاعت فراخ. عايزه اقول لكم فراخ اللي هي الصغيره. تمام، كنت جايباها وهنبدا نحشيها النهارده. هنعمل كده جنبها اكله حلوه، وان شاء الله تطلع طعمها زي العسل. قطعت طبعا الكبد والقوانص قطع صغيرة، وطبعا نقعتها في خل وليمون، وبعد كده بدأت بقى احطها على البصل زي ما انتوا شايفين. هنا بقى احط بقى الملح وبقية التوابل بتاعتي. بس اهم حاجة ان انا عملت التكاية اللي هي الاولانية، ان انا حطيت الفلفل الاسمر الاول مع تحميرة البصلة. هنا بقى جبت كوباية من الرز. تمام، انا بحب احشي سواء حمام او فراخ او اي حاجة بالرز. ما بستطعمش قوي الفريك، في ناس بتحب الفريك، فانتي حسب ما انتي عايزه. تمام، هنا بقى حطيت الرز وسبته بقى ووطيت عليه وهديله بس تشويحه. وعلى الناحيه التانية حطيت ميه اللي هسوي فيها الفراخ. وهنا حطيت برضو حله قطعت فيها بصل، بتاع حوالي بصلتين او ثلاثة، وقطعتهم زي حلقان. هنعمل ايه تاني؟ جبت الطماطم. طبعا انتوا عارفين ان انا الطماطم بخزنها. بجيب الطماطم وبعمل على كل في كل كيس على قد الطبخة. تمام. طلعت كده حوالي كيسين. زي ما انتوا شايفين كيس يعتبر كبير وكيس صغير شوية. وهبدأ انزل بقى بشوية من التوم. ده توم يا جماعة، توم انا بخزنه. تمام، هبدأ انزل كده معلقة من التوم. وهبدأ احط التوابل بتاعتي بقى، عندك اي توابل انت حابة تحطيها، فلفل، كمون، اي توابل تانية براحتك. حطيت بقى فلفل وكمون ومكعب كده مرقة. وهبدأ اقلبهم بقى كده. طبعا الطماطم دي دلوقتي هتفك وهسيبهم بقى على النار. وهنبدأ نعمل ايه تاني؟ طبعا سبت بقى الخلطة دي تبرد، وجبت بقى الفراخ بتاعتي وهنبدأ نحشيها. هي من بعيد كده تبان لكم ان هي حمام، بس هي مش حمام. يعني ايه، مش هضحك عليكم يعني. تمام. هنا بقى بدأت ان انا احط الخلطة. طبعا لما باجي احطها ما بملاهاش قوي. ليه؟ لان كده كده الرز ما بيستوي هتطلع مليانة. يعني انا بدي براح للرز ما يجي يستوي. تمام. في ناس برضو ما بتيجي تحشي سواء حمام او فراخ بتحشي تحت الجلد رز او فريك او كده. انا ما بعملهاش كده صراحة. تمام. هنا بقى بدأت اقفلها زي ما انتوا شايفين كده. انا لغايه دلوقتي زي ما انتوا شايفين انا مش مليانه على الاخر. هنبدا بقى نخلص ايه بقيه الفراخ معانا. عايزه اقول لكم الفراخ الصغيره دي بتبقى يعني طعمها زي السكر، احلى كمان من الفراخ اللي هي بتبقى كبيره. هبدا اقفلها كده كويس.
وسبحان الله الخلطة طلعت مظبوطة على قد الفراخ، يعني ما لا طلعت زايدة ولا ناقصة. زي ما انتوا شايفين. هنا تقريبا دي اخر واحدة معايا. نبدأ بقى ايه نعبي بقى الباقي كده فيها. وكده خلاص خلصت. تمام. هنسقي طبعا المية هنا غليت. لا، دي الحلة اللي هنعمل فيها اكل تاني. طبعا المية لسه ما غليتش. تمام. هنا بقى هنعمل ايه، حطيت شوية كده من الزيت وهنعمل الرز. تمام. هبدأ احمر الشعرية. طبعا كلنا طبعا عارفين الرز بيتعمل ازاي. تمام. هنا بقى طبعا البطاطس استنيت اما الطماطم فكت، وبعد كده كنت مقطعة بقى البطاطس، وهبدأ انزل عليها في القوطة كده. زي ما انتوا شايفين كده. بصوا انا عادة لما باجي اعمل صينية بطاطس بحب اعملها في الصينية، يعني بحب اعملها في صينية، ما بحبش اعملها في حلة. بس المرة دي عشان كنت عاملة كمية كتير فعملتها في الحلة. تمام. هنا بقى طبعا الشرايط اتحمرت، وبعد كده نزلت بقى بالرز. نبدأ بقى نشوحه كويس. تشويح الرز كويس بيخليه يطلع معاكي مفلفل، يعني مش يا دوبك تحطي الرز وبعد كده تسقيه. اما بتحطي الرز وبعد كده تسقيه، ده من اسباب ان الرز بيطلع معاكي معجن. اديله وقته في التشويح على النار قبل ما تسقيه. شوحيه كويس على النار وبعد كده اسقيه، هيطلع معاكي مفلفل وزي العسل. تمام. طبعا حطيت بقى الملح بتاعي، وحطيت مكعب من مرقة. عايزة تسقيه بشوربة برضو كل واحد براحته. تمام. هنا بقى خلاص هسيبه بقى لما يتشرب. وتعالوا نشوف هنعمل ايه تاني. هنا بقى هحط معلقة من السمنة في حلة، وهنعمل شوية بقى من لسان عصفور، ومعايا برضو ملوخية. هنا هننزل بقى باللسان عصفور. هنبدأ برضو كده نحمره كده. انا بحضر بس عقبال ما طبعا ما اسوي الفراخ، وطبعا بعد كده هنبدأ بقى نسقيها. هنا بقى المية بتاعت الفراخ كانت استوت. انا عمالة الخبط مش عارفة ليه. كانت غليت، وبدأت بقى احط التوابل بتاعتها. هقطع كده بصلاية حلوة. تمام. انا يعني يعتبر انا لما باجي اعمل فراخ ما بعملهاش على فكرة في ميه زي كده. انا بحب لو فرخه هقطعها والقطع بتاعتها، كل يعني الكتف لوحده والوراك لوحدها، بحب اشوحها الاول مع بصل مع طماطم والتوابل بتاعتها، وبعد كده لما تدي لون بسقيها الميه بتاعتها. تمام. طبعا الفراخ دي مش هينفع ان انا اشوحها، فحطيت الحله فيها ميه وبدات ان انا اسلقها. تمام. دي يعني الطريقه اللي انا بحبها في سوى الفراخ واللحمه كمان. هنا خلاص كانت لسان عصفور طبعا اتحمر معايا. طبعا هسيبه بقى على جنب كده لغايه ما الشوربه تستوي، الفراخ تستوي، وبعد كده نبدا بقى ايه نسقي لسان عصفور ونعمل الملوخيه. طبعا هنا خلاص كانت استوت. هنبدا نطلعها في مصفى. بصوا طالعه في منتهى الجمال. طبعا هنسيبها بقى لما تبرد، وبعد كده نبدا بقى نحمرها. طبعا الفراخ دي يعني هو كل واحد كده ياخد واحده كده يمزمز فيها يعني. هي يا دوبك كل واحد واحدة. اهو زي ما انتوا شايفين كده خلاص خلصنا. هنا بقى هنسقي اللسان عصفور طبعا بالشوربة.
وهنبدأ بقى نوطي عليه. طبعا هسيبه بس يغلي شوية، وبعد كده هوطي عليه بقى لغاية ايه ما يستوي. خلاص كده هنبدأ نعمل ايه تاني. هبدأ بقى اجيب طبعا في حلة تانية، هحط كده شوية من الشوربة عشان بقى نعمل ايه الملوخية. بصفي الاول كده الشوربة من البصل بقى والحاجات اللي كانت فيها زي ما انتوا شايفين كده. وبعد كده هبدأ بقى انزل بكيس الملوخية، هسيبه بقى لغاية ما يفك كده شوية معايا. طبعا ساعات بجيب اللي هي الملوخية اللي كيس زي ما انتوا شايفين كده، دي لو انا مستعجلة. لكن لو مثلا في السوق وجبت لقيت مثلا الملوخية رخيصة او كده، بجيبها وبعد كده بغسلها بقى وبخرطها وبحطها في الفريزر. تمام. لكن طبعا انا مش مخزنة حاجة منها، فبجيبها جاهزة. طبعا انا سايباها لغاية بس ما تفك وتغلي معايا. وهنا بقى هنعمل الطشة بتاعتها. حط معلقة كده من السمنة، وبعد كده هنجيب بقى طبعا التوم. هنا بديها بس تقليبة عشان تفك. هي بتاخد وقت شوية عقبال بس ايه، عشان انا جبتها من الفريزر على الحلة على طول. هنا بقى كنت طبعا حطيت على التوم الكزبرة وسبتها كده لما تتحمر. ببدأ اديها تقليبة ومش هنزل الطشة الا لما الملوخية تستوي معايا. هنا خلاص كانت بقى التوم اتحمر معايا كويس. وبعد كده هبدأ انزل بقى بالطشة على الملوخية زي ما انتوا شايفين كده. طبعا الحركة دي على طول بنعملها عشان ناخد بقى بقية التوم اللي في الطاسة. طبعا الفراخ. وهنا بقى كنت خلصت الاكل زي ما انتوا شايفين كده. وده كده شكل الاكل بتاع النهارده. يا رب بقى الفيديو يكون عجبكم، وما تنسونيش بقى في اللايك والشير. واقول لكم يوم سعيد عليكم باذن الله. وقولوا لي رايكم ايه في الاكل برضو. اقول لكم بقى مع السلامه.